السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة يوم جديد، فيديو جديد، وما تنسوش يا جماعة تدعوا لأختي بالرحمة بالله عليكم. طبعا أنا النهاردة جالي شوية كرنب كده زي ما انتوا شايفين وقفص طماطم، فطبعا قعدت أعملهم، قلت لازم ان انتوا تشاركوني الفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. الورق البايظ بتاع الكرنب ده أنا مش هرميه، نصلي على النبي كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ بقى ونقول بسم الله. طبعا دماغ الكرومبة دي طبعا انا اشتلتها حطيتها في الكيس، دي هتترمى طبيعي، لكن الورق الاخضر اللي بره ده انا مش هرميه. اصبروا بس عليا، هقول لكم هعمل فيه ايه نهاية الفيديو. انا طبعا زي ما انتوا شايفين الكرومبة بتتقور بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، للجماعة اللي ما بيعرفوش يقوروا الكرومب خالص، لان في ناس كتيرة يا جماعة والله ما بتعرف تقوره. تقوره سهل خالص، انت تشتري الدماغ بتاع الكرومبة بالراحة وتقوري بالسكينة كده زي ما انت شايفة. بعد من كده بقى بتفصصيها من بعضها، ممكن تحطيها بحالها على البوتاجاز في قلب المية بتاعتها شوية ملح بس حطيتهم في قلبها وخلاص. ما ضفتش اي حاجة تانية يا جماعة، والله هي الكرومبة بتتسلق كده. اللي حابب بقى يضيف حاجة تانية هو وراحته، لان في ناس بتحط لبن، لا ناس بتحط حاجات تانية، لا هي الكرومبة بتتسلق كده. طبعا دي بطاطا، البطاطا ديت انا بسلقها للحيوان اللي عنده طيور طبعا زي حالاتي، بسلقها لهم، حلوة لهم جدا ومفيدة لهم. فعشان كده بقى قلت اما اسلق لهم شوية بطاطا بالمرة واحنا قاعدين كده. انتوا سامعين الصوت والدوشة يا جماعة؟ الكهرباء للأسف قطعت، وصوت الناس بقى وصوت الدوشة في الفيديو، وصوت جاي في الفيديو. البطاطا دي خلاص قربت تستوي بقى، هشتلها كده على جنب. انا بقى جبت الكرنب بتاعتي اهيت، حطيتها بحالها، نزلتها من تحت كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، عشان خاطر ان هي ايه تستوي حلو، وافصصها بقى ورقة بورقة كده. خلاص الكرنب بتاعي استوى وطلعته وخلاص. اللي انتوا شايفينه في الطشت ده يا جماعة، ده الورق الاخضر. انا بعد ما انا خلصت سليق الكرنب، انا مرمتش الميه، انا سبت الميه على النار، وجبت العنق بتاع الكرنب والورق الاخضر ده وسلقته للحيوان برضو يا جماعه، للجماعه برضو اللي عندهم طيور زي حالاتي. سلقتهم للحيوان، بتبقى حلوه اوي للحيوان يا جماعه، ومفيده لهم برضو. يعني هترميه ليه؟ لا، ما فيش اي حاجه بتترمى معانا، كل حاجه لها فايدتها معانا. يعني ده ورق حلو للحيوان، هتغذي البطة بتاعتك، هتغذي الفراخ بتاعك، هتخلي فراخك ما شاء الله حلوة والطيور بتاعتك، فانت ما ترموهوش خالص. قلت بقى انا خلاص طلقت كده الكرنب بتاعي وخلاص وسبته يهدى خالص. قلت عبال ما يهدى اعمل بقى الفطار بتاعي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، احنا صايمين طبعا كلنا. عصرت نص ليمونة وحطيت فصين توم. حطيت طماطمايه، شوية شبت على كزبرة قرن فلفل، بصلاية. دي خلطة انا بحب اعملها للفراخ قوي وبسويها فيها، لو انت حباها ناشفة ما انتش حابة ان انت تحطي تعمليها بشوربة خالص. فانا عملتها بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. حطيت بقى ورقة اللوري فيها، حطيت المستكة الحبهان فيها برضو. حطيت بقى البهارات بتاعتي في قلب الخلطة ديت وضربتها في الخلاط، وحطيت شوية خل صغيرين خالص وضربتهم طبعا في الخلاط. طبعا كنت غاسلة فرختي حلو جدا ومظبطاها وكنت نقعاها عشان برضو ريحة الزفرة بتاعتها. انا حبيت ان انا ابشر ورقة جوز الطيب عليها. بشرتها طبعا بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وحطيتها بقى وضربتهم بقى في الخلاط وضفتهم مع الفراخ بتاعتي. قلت بقى اجهز الفطار بتاعي وانا واقفة كده على السريع، اعمله ايه على السريع كده يا جماعة. بعد من كده بقى بجهز البسلة بتاعتي برضو على السريع برضو كده وانا واقفة. بعد من كده بقى هتشوفوا بقى بقية الفيديو وتقولوا لي بقى ايه رأيكم في الفيديو. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم يا جماعة، وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. وما تنسوش طبعا تدعوا الاخت بالرحمة والابوية طبعا. وربنا يرحم الجميع، وربنا يصبرنا على فراقهم جميعا يا رب. وربنا يا رب يتولى أولادها طبعا يا جماعة، وتدعوا ان ربنا يوقف لهم ولاد الحلال كده ويعيشوا ان شاء الله مرضيين ومبسوطين. هنا خلاص بقى عملت الفرخة بتاعتي، انتوا شايفينها ان هي الخضرة بتاعتها كتيرة، بس انا حباها ان هي تكون مختلفة شوية، محبتش اضيف لها اي حاجة. هنا بقى الطماطم بتاعتي قطعتها للبسلة.
كان عندي بسلة في الفريزر، أنا كنت جايباها برضه ومخزناها، أنا ما عملتلكوش الفيديو بتاع تخزين البسلة. هنا بقى البصلة اهي بلوحها بس كده، وأنا غسلت البسلة بتاعتي من الفريزر حلو جدا، لازم تغسليها غسيل حلو. بتقومي تضيفيها بقى على البصلة بتاعتك. خلاص البصلة ما بتحمرش يا جماعة، انت بتلوحيها بس. اللي حابب يعمل بسلة بالطريقة ديت انتوا راحتكم يا جماعة. الحمد لله الكهربا جت اهيت. أعوذ بالله من انا كنت الشيطان مشغلة على الرجيم. القرآن يا جماعة، يعني لو انتوا سامعين الصوت فمعلش للأسف انا مش هقدر ان انا افصل على القرآن عشان ان انتوا تسمعوا صوتي كويس. بعد من كده بقى خلاص انا ضفت بقى البسلة بتاعتي، حطيت بقى البهارات بتاعتي وحطيت شوية سكر برضو، معلقة سكر معاها، وحطيت ورقة اللوري وسبتها برضو تتلوح معاها. وهجيب لها معلقة صلصة احطها فيها، وحطيت بقى البهارات اللي عندك حطها لها، اي بهارات انت حابة تضيفيها فيها بتضيفيها. وحطيت بقى بعد ما هي اتلوحت كويس جدا، حطيت معلقة صلصة واحدة بس، قلبتها فيها وسبتها تتسبك فيها، وبعد من كده ضفت الطماطم بتاعتي. دي طبعا طريقة غير ما انت بتسبكي الطماطم. بتسبكي الطماطم كويس جدا. بعد من كده برضو بتلوحي البسلة بتاعتك وبتسلقيها، يعني طريقة تانية غير الطريقة. فاللي حابب يعملها بالطريقة ديت يعني تنجز معاه، بتبقى طعمها حلو جدا، وبتبقى طعمها حلو احسن لك بكتير. طبعا قطعت التوم دي جميلة جدا، بتنجزني برضو يا جماعة والله، وبتطلع التوم معايا كلاته وحلوة جدا. انا سايبة الكرنب بتاعي يهدى تماما. بعد ما الورق يهدى خالص هبدأ ان انا اقطعه واسيبه برضو يصفي ميته خالص. بعد من كده هحطه بقى في الفريزر، واخزنه بقى. بس اهم حاجة وانت بتسلقي الكرنب بتاعك اللي انت هتخزنيه، ما تسلقهوش قوي، يبقى نص سلقة معاكي، لان الفريزر بيسوهولك برضو، يعني بتطلعيه بتلاقيه مستوي معاكي. فنص سلقة بس وانت بتسلقي الكرنب، يعني تشمميه النار وتطلعيه، تغطسيه في المية كده وتطلعيه. دي تخزين الكرنب يا جماعة، دي الصحي له. ما تسلقهوش قوي، عشان احنا بنخزنه، مش ان احنا هنعمله على طول، لا انتي بتخزنيه. طبعا البسلة بتاعتي بقى سبتها مع نفسها شوية كده، خلاص تمام. الفراخ بتاعتي على النار برضو، جبت بقى قفص الطماطم بتاعي ده قعدت اقطع فيه. شطفت الطماطم، انا كنت نقعاها برضو في مية كده حلو الاول. بعد من كده بقى جبت الطماطم بتاعتي، اشتلت القمع بتاعها اللي فوق وقطعتها بالمكعبات، وشوية مية صغيرين بس بحطهم. دي طريقة لتخزين الطماطم، يعني لها كم طريقة. شوية مية صغيرين بس وانت بتفرمي الطماطم. انا بقى ضفت شوية المية دول عليهم، بعد من كده بنقص شوية طماطم بس بفضيهم، وببقي شوية في قلب الشفشق، بعمل عليهم الطماطم برضو تاني، ما بضيفش مية تانية يا جماعة. يعني انت بتسيبي شوية عصير طماطم في قلب الشفشة وبتقطعي فوقها الطماطم كده بقى خلاص، يعني ما تسردش معاكي برضو مية كتير. ومش كل ما انت تعملي مثلا شفشق طماطم تضيفي مية، لا، هي مرة واحدة بس. اهو انا بضيفه اهوت وبسيب بارق معايا شوية كده، بسيب نصه، اضيف بقى شوية دول اضيف عليهم الطماطم. لحد ما فرمت حلة كبيرة كده وحطيتها بقى على البوتاجاز، حطيت فيها بس معلقة سكر وحطيتها على البوتاجاز، هي معلقة سكر بس، وهدي عليها النار. هتستوي براحتها، هي بتاخد سوا كتير. الطريقة التانية بقى انت بتغسلي طماطمك حلو جدا، وبتقطعي الطماطم، بتقطعيها نصين بس، بتشقيها نصين بعد ما بتنضفي الطماطم، وبتضيفيها بقى في حاجة واسعة عندك حسب كمية الطماطم طبعا اللي موجودة عندك، بتضيفيها وبتحطيها برضو على النار، وبتخلي النار بتاعتك وسط، مش عالية قوي ولا واطية قوي، هي كده بتنزل ميتها وبتستوى معاكي اسرع وبتبقى احسن برضو. انا عملتها بالطريقتين، اللي حابب يعملها بالطريقة ديت تعملها، حابب تعملها بالطريقة التانية انت وراحتك. ما بحبش اخزن الطماطم حب يا جماعة في الفريزر، ما بتبقاش حلوة بصراحة، وما بتبقاش طعمها حلو. لكن لما بتخزنيها بالطريقة ديت بتبقى احسن وحلوة. ولو حابة ان انتي مثلا تجيبي بقى بصل وتسوي صلصة خالص وتعملي صلصة وتطلعي على اكلك على طول، ممكن تعملي كده انت وراحتك. بس هي ديت الطريقة الصح بتاعتنا اللي احنا بنعملها لخزين الطماطم، احسن حاجة لخزين الطماطم. انا عملتها بالطريقتين
وطبعا مش هخزن الطماطم على طول كده، لازم هتساب وقت لان هي بتغيب لحد ما تبرد معايا يا جماعة. هنا بقى انا بهز بهز المصفى بتاعتي عشان تنزل الطماطم ملحمة يا جماعة، ما شاء الله الطماطم ملحمة جدا وفيها لحم، يعني عايزة اقول لكم ان هي كانت جامدة جامدة معايا. هنا بقى الحلة بتاعتي التانية اهيت، خلاص كده بقى الفراخ بتاعتي والبسلة، شفتوا بقى البسلة بتاعتي ما شاء الله وكانت ريحتها جميلة جدا. هنا بقت الطماطم، انا طبعا درج التلاجة انا جايباه عشان خاطر احط فيه الطماطم اللي هي الصفرة، اسيبها للسلطة، يعني تبقى موجودة عندي للسلطة. دي طبعا الطماطم اللي انا قلتلكوا عليها هي صفيناها وفرمناها، حطيت معلقة سكر لها بس، مش هحط اي حاجة تانية، ولا هضيف بنجر ولا هضيف لعلة ولا هضيف اي كلام من المواد اللي احنا عايزين نحطها دي، لا. انت حابة تعملي طماطمك تطلعيها حطيها، وهاتي معلقة صلصة واحدة بس او شوية بابريكا او اي حاجة وانت بتطبخي بها وخلاص، ما تضيفيش عليها اي حاجة تانية يا جماعة، هي دي تخزين الطماطم الصح. قلت طبعا بقى العصر خلاص قرب يأذن، قلت اما اتوضى واصلي العصر الاول واكنس الشقة. كنست شقتي طبعا بعد ما خلصت الطماطم وحطيتها، كنست الشقة لان كانتش نضيفة، كان العيال موقعين فيها عيش ومبهدلينها بصراحة، فمسكتها بقى قلت لا لازم تتكنس الاول قبل ما العصر يأذن. طبعا صليت الظهر وبعد من كده بقى كنست الشقة وبعد من كده صليت العصر على طول. كده انا خلاص بكنس براحتي برضو عشان المكنسة تقيلة معايا، ماشية معايا كده تقيلة، لان هواها بخرج، انتوا شايفين عاملة ازاي الهوا بتاعها بخرج لبره صعب جدا. فكنستها بقى كنس حلو كده، وبعد من كده بقى كملت شغل في المطبخ. اهم حاجة شقتك نظيفة، حمامك نظيف، مطبخك نظيف، اعملي بقى اللي نفسك فيه. طول ما انا كنت واقفة في المطبخ حاسة ان كان ناقصني حاجة، حاسة ان انا كنت متضايقة قوي ان الشقة مش نظيفة، فقلت لا هسيب بقى الكلام ده كله دلوقتي واطلع انضف شقتي الاول، بعد من كده اخش بقى المطبخ يبقى على رواقة كده وعلى مزاج وبراحتي في الحاجة اللي انا بعملها. حتى المطبخ كنسته برضو ونضفته وروقته حواليا، وبعد من كده بقى ايه عملت ايه شغل مطبخي اللي انا بعمله. هو ده الروتين بتاعنا يا جماعة، وهو ده تنظيفنا، وهو ده اليوم بتاعنا اللي احنا بنعمله كل يوم. يعني ما فيش حد بيقعد، ما فيش حد مرتاح، يعني اليوم بيبقى في شغل البيت بخلص في ثانية بصراحة، يعني ما بتلحقيش ان انت تقعدي بصراحة. فانت برضو ما تحاوليش ان انت تكسلي بقى على الحاجة وتقولي لا انا هبطانة النهاردة، لا مش هقدر اعمل حاجة، لا. لا قومي تشجعي وتوضي وصلي واستغفري ربنا وقومي ايه متشجعة زي حالاتي كده، واعملي خزينك، خزيني طبعا كل ده يا جماعة، اللي راح راح واللي عدى عدى، يعني ربنا يرحم أمواتنا ويرحم الجميع، مفيش حاجة هترجع اللي راح، حزننا في قلبنا جوا والله يا جماعة، ومفيش حاجة هترجع اللي راح، خلاص اللي راح هنعمل ايه، هو ده نصيبنا وده قدرها هي صدمة لينا كلنا ومفاجأة لينا كلنا يا جماعة، بس يلا الحمد لله على أي حاجة، والحمد لله على مجاب ربنا، وربنا طبعا يصبرنا على فراقها. فما فيش حاجة يعني بترجع اللي راح، يعني هنقول لا انت بنخزن، لا بنعمل، لا ما ينفعش نجيب، لا كل ده والله ما هيرجع اي حاجة، خلاص. احنا اللي نقدر نعمله ان احنا نترحم عليها ونترحم على الجميع، وان احنا نقدر نعمله برضو اللي ربنا يقدرنا على حاجة نطلعها لاصحاب نصيبها نطلعها طبعا، واللي ربنا يقدره طبعا ان هو يقف مع بناتها، ده اهم حاجة طبعا يا جماعة والله. ربنا يا رب يصبرهم، وربنا يا رب يتولى بهم ويوقف لهم ولاد الحلال، ما اقدرش اقول غير كده والله. ربنا يصبرهم على فراق امهم طبعا، وهم اطفال يا جماعة، ما هماش كبار ولا حاجة، ده هم اطفال. انا كنت طبعا عاملة الغسيل بتاعي، جيت برضو لميت الغسيل، قلت لازم ألم الغسيل بتاعي والشمس طالعة حلوة كده الأول، فلميت طبعا الغسيل بتاعي الأول. بعد من كده برضو زي ما انا قلتلكوا هخش مطبخي واظبط بقى الدنيا مع نفسي كده ايه برواقة كده وبمزاج. اهم حاجة عندي كان ألم غسيلي واكنس شقتي وانضفها، احس براحة نفسية طبعا،
يعني كنت حابة ان انا الم غسيلي واخلص بسرعة، احس براحة نفسية. خلاص بقى سيقت شقتي وكنستها وخلاص روقت الدنيا. ده طبعا يا جماعة ده دقة، لو انتوا عارفين الدقة او فلافل الفلفل الاسمر والكمون والحاجات دي. طبعا عارفين الدقة اللي احنا بنحطها على السلطة، انا معرفش انتوا بتسموها ايه، احنا بنقول عليها دقة. اللي هي بتبقى كمون على كزبرة على ملح على شوية فلفل اسمر على شوية شطة، وبتحطيها طبعا بتطحنيها تبقى ناعمة معاكي خالص للسلطة. لو انت مثلا بتاكلي لحمة فراخ وحابة تحطيها. يعني شوف الخلاط بتاعي انفصل مرة واحدة سبحان الله. جبت بقى الخلاط التاني وقلت بقى المطحنة مش هتشتغل الا على الخلاط بتاعها. فطبعا انا عندي الكبة. طب هعمل ايه دلوقتي؟ الخلاط خلاص فصل خالص يا جماعة. قمت جايبة الكبة بتاعتي واستعملتها، لقيتها نفعت معايا وما شاء الله واشتغلت معايا. كنت مبسوطة قوي طبعا، لان انا بحب انعم الدقة بتاعتي دي خالص، بحب انعمها. انا عاملاها دي دقة كمون، شوية كمون صغيرين على كزبرة. اهم حاجة تكتري الكزبرة لان هي في الاساس هي كزبرة وملح، وتحط شوية فلفل اسمر صغيرين وشوية شطة عليهم وتقلبيهم، تسيبوهم يحمصوا في الشمس خالص. بعد من كده بقى انا نعمتهم خالص، هما كانوا ناعمين بس انا حبيت ان انا انعمهم تاني. ال ال الدقة التانية اللي انا عاملاها شطة بس وملح. يعني جبت كيسين ملح ناعمين وجبت كيس شطة وفضيتهم عليها وقلبتهم، بس كانت الشطة حامية اوي اوي يا جماعة بصراحة. فقلبتهم عليها. دي طبعا اهي الدقة بتاعتي نعمت خالص كده خلاص، هي كده حلوة وكانت ريحتها طالعة حلوة اوي بصراحة، عشان انتي فرمتيها مرة واتنين وتلاتة فبقت ريحتها ناعمة وحلوة. في بقى ناس بتجيب اللي هي الكمون الحصى، الملح الحصى، وبتقلبيهم على بعض وتسيبيهم تحمصيهم في الشمس وتفرميهم برضو في الكبة. هي مش في الكبة، في المطحنة بتاعتهم. طبعا انا الخلاط بتاعي خلاص مش هينفع المطحنة تشتغل من غير الخلاط ده. فانا شغلت دماغي بقى وقلت هجرب الكبة دي. كبة يا جماعة مش مطحنة خالص. فلقيتها ما شاء الله نعمتها معايا وحلوة معايا. فكل حاجة معانا بتمشي وتمام وبتنفع ان شاء الله. انا برضو بحط بقية الكمية عشان هما يعني ما كانتش كمية كتيرة اوي، لان ما بحبش اكتر فيها. يعني بحب ان الحاجة مثلا هي خلصت ارجع اعمل غيرها على طول. الشطة بقى اللي هي بالملح اللي تحت ديت، كنت انا نعمتها برضو في الخلاط. حطيتها برضو في الخلاط بتاعي نعمتها برضو، بس كانت حراقة جدا يا جماعة والله ما كنت متحملاها، لان الشطة كانت حامية اوي اوي بصراحة. ده كان اليوم بتاعي يا جماعة. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واليوم بتاعي يكون عجبكم طبعا، وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تكتبوا لي طبعا وتقولوا لي ايه رأيكم في اليوم وايه رأيكم في الفيديو. طبعا هو لسه مخلص، يعني لسه اصبروا بس عليا ما اوريكم بس الطماطم انا خلصتها. هوريكم طبعا الكرنب بعد ما برد خالص قطعته وسبته يصفى من ميته خالص. بعد من كده بجيب اكياس خزين وبخزنها فيه حسب الكمية اللي انت بتخزنيها. انت بقى بتخزني مثلا بتعملي حلة كبيرة حلة صغيرة حسب كميتك انت. انا طبعا حسب كميتي انا طبعا يا جماعة بخزن على قد، يعني انا ما بعملش حلل كبيرة ولا حاجة. الطماطم طبعا هتستوى براحتها خالص. بعد من كده هضربها في الخلاط، هسيبها تبرد، هضربها في الخلاط هرجع اسويها تاني على النار. بعد من كده بقى هتبرد تماما، هرجع اعبيها بقى في الاكياس الخزين بتاعتي برضو واحطها في الفريزر. بس الموضوع سهل وبسيط يعني، ولا تكسلي ولا تقولي لا وما انا اجيب وافرم، لا ده بتنجز معاكي. خصوصا ان الكهرباء اليومين دول وحشة جدا وعمالة بتقطع كل شوية وعمالة تفصل والدنيا اخر بهدلة والله يا جماعة. ده كانت الدقة اللي هي بملح بشطة بس. كده خلاص بقى عبيتهم في جوز برطمانات وهم في جوز برطمانات اهم. يعني دي برضو حتة لحمة مثلا بتحب تاكل بالشطة، تحب مثلا عايزة تحطي على السلطة بتاعتك بالشطة، برضو انا بحبها برضو بتبقى بالشطة حلوة كده، يعني ريحة شطة بسيطة كده ما بكترش. هنا بقى انا جبت الكرنب بتاعي اهو اتبرد تماما خالص. قطعته برضو، مسكته قطعته بالطريقة ديت.
هاسيبه برضه لما يصفي ميته خالص. بعد من كده اما يصفي ميته انا مش هرمي برضه اللي انتوا شايفينه ده، مش هرميه، انا همسكه اقطعه خالص، هنعمه واحطه برضه للفراخ بتاعتي. اهم حاجه ما ترميش اي حاجه يا جماعه، كل حاجه بتنفع معاكي، يعني مش تستهلكي في الحاجه وترمي، لا. يعني مثلا انت ما عندكيش طيور، وعندك الهرس بتاع البيت ده، ما ترمهوش، اديه لجارتك، اديه لحد يعز عليكي. خسارة والله يا جماعة الهرس بتاعنا ده نرميه، اديه لأي حد، ما ترمهوش. ما عندكيش طيور اديه لحد وهو هيحط له الطيور بتاعته. هنا طبعا القمع اللي فوق ده لازم نشتغله ونقطع الورق بقى حسب ما انت بتحبي الورق بتاعك، حباه ان هو صغير او مثلا بتكبري المحشية حسب رغبتك انتي. انا بحب المحشية تكون متوسطة كده، ما بحبش المحشية تكون كبيرة كده ومجعرمة يا جماعة، انا بحب المحشية صغنطوطة كده حلوة كده. طبعا انتوا شايفين اهوت، انا مسكت العيدان اهوت خلاص، بقطعها بنعمها خالص عشان احطها للحوان بتاعي، مش هرمي اي حاجة، هقطعها خالص هتتنعم معايا عشان الحيوان يعرف ياكلها معاكي. وبعد من كده بتضيفيها بقى لحوانك، ترميها له بقى هو هياكل بيتعامل معاها، ده يعني هرس حلو مش وحش، مش وحش يا جماعة والله ولا حاجة. احنا بنحتار طبعا على هرس كل يوم لحوانك وكده. الورق اهوت انا سايباه يصفي ميته خالص ويهدى تماما، بعد من كده هجيب اكياس خزين واخزنه. وده كان الفيديو بتاعي، وده كان نهاية الفيديو بتاعي، وقولوا لي ايه رأيكم يا جماعة في التعليقات، هستنى رأيكم. انا بقول لكم اهو، انا هستنى رأيكم يا جماعة، تقولوا لي ايه رأيكم. يا رب الفيديوهات بتاعي تكون عجبتكم، وهستنى ان انتوا تطلبوا مني اي فيديو اعمله لكم يا جماعة، انا مستنياكم طبعا ان انتوا تطلبوا مني حاجة عشان انا اعملها لكم. ده طبعا حاجة هتبسطني قوي قوي بصراحة. انا بحب انعمه خالص عشان خاطر الطيور تعرف تاكله بس، يعني كده خلاص. هغسل ايدي بقى وهشتغله بقى خالص تماما من هنا. هنا المية بتصفى اهيت، بتصفى سايباها، لازم تكفي الصينية بتاعتك كده عشان المية تنزل، تكفيها كده المية تقوم نازلة. ده كان بقى نهاية الفيديو بتاعي اهوت، بسم الله ما شاء الله، الاربع كرنبات بتوعي. كمية معتبرة اهي وكمية حلوة، بس انا سايبة شفتوا المية عشان انا منيلة الصينية، فالمية تنزل تماما، الكرنب بيبقى ناشف معايا ومحطوط في متخزن حلو. هنا بقى الورق بتاعي اهوت متقطع وزي الفل. الطماطم بتاعتي اللي انا شرحتها لكم اهي يا جماعة. هنا زي ما انا قلت لكم حطيتها على النار هاديه اهيت متوسطه ومغطيه عليها تستوي، هتنزل ميتها براحتها. طبعا الحله كانت سخنه قوي، قمت قافلاها بسرعه. هنا الطماطم اللي انا مصفياها شوفوا بتغيب على البوتاجاز وبتنزل ما فيش. دي كانت الفراخ بتاعتي، يعني النص فرخه بتاعتي ديت، ودي الفلافل. اشوفكم على خير.